يخضع الوداد الرياضي أسامة فلوح اللاعب السابق لفريق الفتح الرياضي والمنفصل حديثا عن فريق ستراسبورغ الفرنسي للتجربة قبل التعاقد معه لتعزيز صفوف فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في الميركاتو الحالي. ويشغل أسامة فلوح مركز مدافع أيسر من مواليد 12 يوليوز 1999، مركز جناح أيسر، إذ يرغب المهدي النفطي مدرب الوداد في إيجاد بديل ليحيى عطية الله في الفريق الأحمر. ويسعى المدرب التونسي لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد بعدما وقف على مكامن الخصاص بالفريق، علما أن الوداد تعاقد مع المهاجم الكاميروني ديرام كيلزي كأول صفقة في الميركاتو الحالي وبشكل رسمي. يذكر أن أسامة فلوح هو خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وكان قد انتقل لصفوف الفريق الرباطي الموسم الماضي قبل أن ينتقل لفريق ستراسبورغ الفرنسي، غير أن إدارة هذا الأخير فسخت عقده من جانب واحد بسبب تراجع مستواه نتيجة تعرضه للإصابة.